دويشر، 17 كوليبالي، 15 عودية، 8 تجار و7 ألغي اسمه من القائمة للإقصاء للإنذار الثاني يحيى الشريف. الحكم هو زامبي ويلينغتون اللي يعطي انطلاقة المباراة للفترة الثانية بين الشبيبة والنادي الأهلي في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، وسكور فيه التعادل هدف لهدف. الشوط الأول الحقيقة كان ممتع ومثير وممتاز. الشوط الثاني أكيد سيكون أكثر إثارة. تكتيكيا القراءة ما تحتاج برشا جهد. النادي الأهلي سيضغط منذ البداية وسيجازم في الهجوم، والشبيبة في ظل النقص العددي وفي ظل النتيجة الطيبة سيحاول أن يستدرج الأهلي ويلعب على المرتدات. إذا الأمور واضحة جدا، فريق سيهاجم بضراوة في الشوط الثاني للانتصار وهو الأهلي، بينما فريق الشبيبة سيحاول أن يصمد الماكسيموم في هذه المباراة. تمشي الكرة طويلة وضربة مرمى أو كرة يلحقها الحارس. كانت كرة مشتركة بين بوتريكا وسط الدفاع الجزائري، لكن كرة تمشي سهلة عند الحارس مالك عسلة. ستعود الكرة من الحارس مالك طويلة، يحاول وائل جمعة يخسر كرة لمصلحة ال 15. عودية يصبح المهاجم الوحيد لفريق الشبيبة، لكن تاكل ممتاز. ترجع الكرة النادي الأهلي، انطلاقة وهجمة، الصعود من فضل والكرة بعيدة الهجوم لجده. طبعا راجع من إصابة محمد فضل، طبيعي جدا أنه مستواه ما يكونش في التوب 100% ويتحسن بالمباريات لأنه لاعب راجع من إصابة. بينما إصابة التجار شال السلامات. ترجع الكرة لفريق النادي الأهلي. عاشور يطلع بالكرة السيد معوض، تتهيأ الكرة للسيد، حاول انطلاق كرة في النصف، تلعب الكرة عن طريق شهاب الدين أحمد. شهاب الدين يدخل الفتحي، يرجع بوتريكا، يطلع له بوتريكا، يرجع على اليمين الفتحي، ينتظر المساندة. فتحي يوزع كرة طويلة ترجع من الدفاع للشبيبة مرة أخرى للفريق القاهري. كرة للنادي الأهلي عن طريق عاشور، صاحب تسديدات ممتازة وصاحب 9 أهداف في المسابقات الأفريقية. الانطلاق من سيد معوض يحاول يوزع والكرة تخرج برا من تجار. إذا الكرة ستكون لفريق النادي الأهلي اللي حصل أول ركنية في الفترة الثانية مع توزيع خطيرة بالراس. ترجع من الدفاع الجزائري، ما زال التسديد، ما زالت الإمكانية، فرصة ومرة أخرى ترتد من دفاعات الشبيبة. التماس للنادي الأهلي، حصار أهلاوي مع بداية الفترة الثانية. والكرة من فتحي، أحمد فتحي يمشي بالكرة لعاشور، حسام عاشور حاول إيجاد الحلول. فريق الأهلي وسط دفاع متكتل، كاتيناتشو من الشبيبة. الانطلاق الوائل، وائل يعطي كرة ممتازة جدا، المراوغة خطيرة والتسديدة، وفرصة خطيرة جدا من صواريخ شهاب الدين أحمد. لاعب عنده تسديدات قوية جدا، صاحب هدف على المستوى القاري. النادي الأهلي نذكر في هذا الموسم الافريقي انتصر في كل مبارياته في استاد الكايرو، 2-0 على الجانرز من زيمبابوي، 3-0 على الاتحاد الليبي، ثم هدفين لهدف في لقاء الصعب، اللقاء المحلي ضد الاسماعيلي. الهدف الذي سجل من وائل جمعة في الدقيقة 94. ترجع كرة أهلاوية عن طريق عاشور، حسام عاشور بوتريكا، بوتريكا يطلع بالكرة قوية على بركات اللي في هذه الكرة كان من الرواق الأيسر، بينما توصل الصورة على آلان جيجر المدرب السويسري اللي كان درب فريق نيوشاتيل زاماكس ودرب الجراش شوبر زوريخ ودرب فريق الاف سي لوزان. اذا عنده تجربه كبيره. هذه تجربته الثانيه في المنطقه العربيه بعد ما كان في المغرب الاقصى اشرف على حظوظ اولمبيكا صافي في 2007. كره تمشي طويله من وائل جمعه، سهله عند الحارس مالك عسله. هذا الجمهور الوفي لفريقه، 80,000 في استاد القاهره، تقريبا كلهم بالفريق او الفانيلا الحمراء، ما زالوا يواصلوا في تشجيع النادي الاهلي. الكره في الاوت، تصريحات البدري كانت واضحه جدا، قال
بالنسبه لوضعيتنا في الدوري ما تقلقنيش، لانه الدوري مازال طويل. الان الهاجس هي الشامبيونز ليج. طبيعي جدا فريق نادي القرن في افريقيا ربح 14 بطوله قاريه. نعم 14، ورقم 14 معوض يتقدم. قلت الفريق عنده 14 بطوله افريقيه. طبيعي الهدف والهاجس دائما والواقع هو انه يلعب على اللقب، ولذلك البدري كان واقعي جدا في التصريحات. قال لك الان الشامبيونز ومن بعد الانتماء او الانتباه والاهتمام للدوري. النادي الاهلي عنده مباراه مؤجله ستكون ضد الجونه، بينما الكره في النصف تلعب للفريق المصري. محاوله التوسيع خطيره جدا وفرصه وهدف ثاني من خلف المرمى تخرج. كره غريبه جدا، كره قريبه برشا من النادي الاهلي، والحكم ماذا زفر خطا على النادي الاهلي. استعمل برشا الزفار الحكم. قلت يحب يسيطر على المباراه. شوف الكره خطيره جدا، هذه الكره العرضيه وفرصه كبيره ضاعت من بركات. فتحي ثاني مره يعمل الاوفر، ثاني مره من اليمين كروس ممتاز من اللاعب فتحي. اذا ممكن نقول انه عدم توازن في الهجوم بتاع النادي الاهلي لحد الان، انه الخطوره جايه من اليمين، الجهه اليسرى لحد الان مازالت ما تحركتش، ونعرفوا فيها القوه الضاربه السيد معوض. لذلك البدري سحب بركات يجيبوا على اليسار باش يحرك ويحيي كره اليسار وجهه اليسار. خطيره جدا. النادي الاهلي كما هو منتظر الان يضغط. خطيره، ما فيش اوف سايد، توزيعه وفرصه ممتازه ضربه الجناوي. بركات مره اخرى، بركات خطير جدا الان. الاختيار والتوظيف التكتيكي لبركات بالنسبه للاطار الفني للفريق الاهلي. شوف الكره والضغط في اقل من 5 و6 دقائق تقريب ثالث كره خطيره على مرمى الشبيبه. والسؤال في مثل هذه الوضعيات، كيف هو السبيل للصمود الجزائري في ظل النقص العددي، في ظل اصرار ايضا الاهلي وقوه الفريق المصري المتاجج بمسانده 80,000 من مشجعيه ومحبيه. النادي اللي شارك اول مره في افريقيا عام 76 واللي ربح اول بطوله في 82 ضد اشانتي كوتوكو، والفريق الذي يملك الرقم القياسي في الحصول على الشامبيونز ليج 6 ألقاب امام الزمالك 5 هو الرجاء 3. الشبيبه 2 من الفرق العربيه اللي حصلت اللقب والبطوله، لكن اخرها 90 من 20 سنه الانديه الجزائريه ما عندهاش نجاحات كبيره تذكر في دوري ابطال افريقيا. تمشي كره مؤمنه لضربه مرمى للحارس مالك عسله، كانت كره بعيده على فضل. اي تغيير ممكن يقوم به المدرب المصري، اي حلول هجوميه. هل فرانسيس الليبيري جاهز في ظل غياب القناص رقم 1 عماد متعب؟ اللاعب الذي انهى تعاقدها رسميا بالتراضي مع ستاندرد لييج، والمشكله ان شاء الله لن تصل الفيفا، وبالتالي في شهر الميركاتو يناير جانفي سيعود على ذمه فريق الاهلي. ترجع الكره مثل الميدان. شهاب الدين احمد، بركات اللي جاء من اليسار، قلت يطلع بالكره لعاشور، حسام عاشور، كره في الوسط يمشي لوائل جمعه، وائل جمعه هو كره للفريق الجزائري عن طريق اللاعب نبيل النايلي. النايلي يتعدى النايلي، لا التاكلينج صحيح، تايمينج ممتاز في تدخل اللاعب الاهلي، هو تدخل ايضا ممتاز من اللاعب دريسا كوليبالي، واقف منيح كوليبالي. تمركز الحكم يعيد الكره للفريق الاهلاوي. كره النادي الاهلي من بوتريكا، بوتريكا سرعه مطلوبه بالنسبه لبوتريكا، يعدي كره خطيره لا تضيع، مر من اقدام كدو، والضغط بدأ طبعا مع توتر الجمهور لينتظر نتيجه وانتصار. بينما كره تتهيأ بامتياز لفريق الشبيبه الكناري، وحاول لكن الكره تضيع ويخسرها هجوميا. الان الفكر الرئيسي لجايجر هو الدفاع والكره للهجوم المصري. سيد معوض، كره ترجع في الوسط، الانطلاق من شهاب الدين احمد، يمشي بالكره وائل لاحمد فتحي، الهجوم للاهلاوي عن طريق فتحي، يرجع فتحي، كره لبوتريكا، بوتريكا يجيب كره خطيره لعاشور، يعمل 1-2 اوف سايد.
رايو صفارة حسب اللاين مان الزامبي، وستعود الكرة بمخالفة التسلل على جدو. هذا اللاعب اللي في الصورة، وهنا الصورة والتسلل غير موجود، التسلل غير موجود حسب الإعادة والريبلاي. هذه الكرة الأخيرة، وهذه الأوراق اللي قلت هجوميا ممكن يلعبها المدرب حسام البدري. أسامة حسني